في عالم كمال الاجسام وبناء العضلات يعتبر النوم امر حاسم لتحقيق اهدافك. يعتبر الميلاتونين مكمل غذائي شهير بيستخدم لتحسين جوده النوم وتحقيق الراحه. ايه علاقه جوده النوم بيك كشخص رياضي، او ازاي جوده النوم بتاثر على تحقيقك لهدفك، وليه ممكن احتاج الميلاتونين لو هو اصلا هرمون طبيعي الجسم بيفرزه، وهل الميلاتونين مفيد بس لجوده النوم؟ ده اللي جاي اكلمك عنه النهارده. وقت النوم ده الوقت اللي جسمك بيعمل فيه استشفاء، عشان كده مهم جدا انك زي ما بتظبط اكلك وتمرينك تظبط جوده نومك. فلو بتواجه صعوبه في النوم، الميلاتونين من المكملات الطبيعيه اللي بتساعدك في ده، وده لانه اصلا هرمون طبيعي جسمك بيفرزه. ليه ممكن تحتاج تاخده كمكمل طبيعي لو جسمك بالفعل بيفرزه؟ لثلاث اسباب. تعرضك للاضاءه الزرقاء زي الموبايل واللابتوب من الحاجات اللي بتثبط وبتقلل من افراز الميلاتونين، فبيكون صعب عليك تنام بشكل طبيعي. ومن هنا منتشره فكره انك تبعد عن اي اضاءه زرقاء قبل النوم بفتره. التوتر النفسي والقلق ممكن يكونوا سبب من افراز الميلاتونين في الجسم. لو انت مثلا شغلك بيكون نايت شيفت، بتتنقل فيه من مكان لمكان باستمرار، ده ممكن يسبب لك اضطرابات في النوم. او لو انت بشكل عام بتعاني من اضطرابات في النوم، فبالتالي تنظيم افراز الميلاتونين في كل الحالات دي بيكون مهم جدا. في بعض الدراسات كمان بتقول ان الميلاتونين بيساعدك كمان في تخفيف اضطرابات القلق والتوتر، وتخفيف اعراض الاضطرابات النفسيه، ودعم صحه العين، ودعم الجهاز المناعي. لكن كل دي ما زالت ابحاث تحت الدراسه. والتاثير المؤكد للميلاتونين مرتبط بشكل مباشر بجوده النوم وتحسينه. عشان كده لو ليك غرض تاني من الميلاتونين غير انه يحسن من جوده نومك، يا تستشير الدكتور بتاعك، يا اما تشوف بديل تاني لمكمل يكون مناسب لهدفك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وقولوا لي في التعليقات ايه المكمل اللي حابين نتكلم عنه المره الجايه.